السلام عليكم متتبعي قناة دي زد سون غلوتان. رمضان مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وبلغنا وإياكم رمضان وأنتم في صحة وعافية وأحسن حال. راح نقدم لكم اليوم وصفة شريبة فريك بدون غلوتين. ما عليكم غير تتبعوا المقادير والمراحل وتخرج لكم شريبة الله الله. ندوزو للمقادير. استعملت هنايا لحم غنمي اختياري ماشي إجباري، نحطوه في القدر تاعنا. عندي اوراق النعناع نخليهم في الاخر. راح ندير كلش على جهه بارد في بارد. عندي كميه تاع الثوم، كميه تاع البصل، كميه تاع غصان القزبر. الاوراق راني خليتهم هنا نضيفهم في الاخر ونستعمل شويه. وعندي حميصه هنايا راهي طايبه، كاين اللي يشمخوها وكاين اللي يطيبوها، انا طيبتها تسمى راهي طريه. ندير كامل المقادير على جهه. عندي توابل، ملح وراس الحانوت. راس الحانوت كما تعرفوا هو مزيج بين توابل خليط. اسم اللي ما عندهاش تقدر تستغنى عليه، تستعمل التوابل اللي عندها موجوده في الدار. فلفل اسود والقرفه والملح. بيان سور العكري حلو، العكري حار، الحار اختياري. عندي طماطم مرحيه كميه لاباس بها. هنايا شريبه فريك ما تجيش فيها الخضر. انايا راني رايحه نضيف لها حبه بطاطا، نديرها تتقلى مع التقليه تاعي ونمرق لها، ومن بعد نرحيها ونضيفها للمرقه باش تجيني المرقه خاثره ما تجينيش جاريه. عندي حبيبه بطاطا. راح نضيف طماطم مصبره. عندي زيت، كميه تاع الزيت ما نكثرش بزاف لانه اللحم تاعي فيه ليدام. ونضيف كميه تاع القزبر الورق، ندير شويه. تحب القزبر هي شوربه فريك. ندير القديره تاعي فوق النار على نار قليله ونخليها تتقلى. نخلي مليح كامل المكونات وندير الماء يسخن في كاسرونه باش نمرق به. نمرقو بالماء سخون ماشي بالماء بارد. نخلط مليح ونخليها تتقلى في غرضها. كما كتشوفوا الشوربه تاعنا راهي تتقلى، الريحه الله ما شاء الله. نضيف لها شويه ماء يكون سخون. نخليها تغلي. نضيف لها شويه سكر باش تنحي القروسيه تاع الطوماطيش، نحي لنا هذيك لاسيديتي. نزيد نخليها تتقلى. هنايا انا حنستعمل فريك بدون غلوتين، فريك الذره اللي هو ماركه ريجينات. كاين عده ماركات، انا هذا هو اللي لقيته متواجد في السوق. راح ندير كميه على حساب القدره، كل وحده على حساب القدره تاعها. نشلو، نفرغو قدامكم، نشلو نخليه ينشف شويه. كي نمرق للشوربه نرميه مع اللحم يطيب، لانه الفريك معروف انه يشد طيب شويه. هذه الكميات تكفيني على حسب القديره الصغيره تاعي. الشريبه تاعنا بعد ما تقلات راح نمرق لها الماء سخون، نمرقو في الجنب. خليها تغلي شويه وندير الفريك تاعي. بعد ما غلات الشريبه تاعنا راح نديرو الفريك. نخليها طيب على نار قليله. اذا الحبه تاع البطاطا اللي درتها في الشوربه راهي طابت، راح نرحيها قدامكم غير بالفرشاطه ونضيفها للشوربه تكمل الطياب معها. الشريبه تاعنا راهي طابت، حتى اللحم طاب. نضيف لها هذوك العواد تاع النعناع اللي خليتهم، نضيف لها شويه قزبر باش تقعد النكهه تاعو. ونضيف لها في الاخر
شويه راس الحانوت، كما كتشوفوا القوام تاعها راه مليح، اللحم طاب. نتلاقاو في صحن التقديم. اذا الشوربه فريك تاعنا راهي واجده، خدات لنا حوالي ساعه ونص في الطياب. هاي ليك شوفوا الرائحه راهي ما شاء الله. القوام تاعها ما جاتنيش خفيفه بزاف، كاين اللي يحب ينقص، كاين اللي يحب يزيد الفريك، كاين اللي يحبها خفيفه، كاين اللي يحبها ثقيله. نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. صحه فطوركم. إلا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو وديروا ابوني في القناه ليصلكم كل ما هو جديد. زوروا صفحتنا على الفيسبوك DZ Sans Gluten وشاركونا انجازاتكم. السلام عليكم.